شكرا للزميل تركي جديد، والشكر موصول كذلك لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعيد واهلا وسهلا بكم من جديد عبر قنوات SSC ومنصة الشاهد في الليلة الختامية لمونديال الأندية، لا بل في النسخة الأخيرة بهذا النظام. أكيد الليلة الفيفا ستودع هذا النظام، وأكيد ستكتب تاريخا بدأ في عام 2000 وسينطلق وسيمتد بتاريخ جديد سيبدأ منذ العام القادم. مونديال القميص رقم 11، هكذا هي الاسماء للفريق الياباني. جماهير فريق كوراوريتس، هذه الجماهير. الهجوم هذه خطيرة، تسوكيتو عرضية والدفاع يتدخل. برافو ياسر ابراهيم اللي ممكن خطير، لابد للحذر في البدايات، لابد بالانديه الاسيويه. الكره تصل الى حسين الشحات وحتى من يخلصنا امام عاشور، شوت ركله جزاء. الحكم ماذا هناك؟ ما فيش كلام من الامريكيه، ما فيش كلام من توري بينسو، ما فيش صافي. وكذلك كاترين نيس في المتناول في الشوط الاول بعد الفرص الكبيره. خطا من الدفاع ومن الحارس محمد الشناوي. ركنيه اولى في المباراه ليبكي ساكاي، كان غايب في مباراة مانشستر سيتي. هذه العرضية وهذه التسديدة من كانتي، لكن فوق المرمى تضيع. هذا هو كانتي هدافهم، عنده 8 أهداف في الدوري الياباني. سليم، لكن هنا بيرسيتاو ملد الياباني اللي كان يريد أن يبدأ تلالي. بينما الكرة محمد هاني عرضية والدفاع الياباني موجود. الدفاع يحاول من جديد لكن الدفاع موجود. خطيرة جدا، امام عاشور كنترول، فرصة لكن الدفاع والحارس مش ممكن. الراية كانت مرفوعة في لقطة الماضية كبيرة جدا لمحمد أبو تريكة. ممتاز على اليسار، علي معلول أرضية والدفاع والقائم مش ممكن. كرة خطيرة من محمد هاني قوية في المرمى. الله، ياسر إبراهيم يتقدم للنادي الأهلي بعد صاروخ محمد هاني. 1-0 لكبير الماما أفريقيا، 1-0 لبطل إفريقيا. في حاول أن يمر بينية في العمق لكن التدخل مع عطية. مروان كرة طويلة محمود كهرباء. حسين ممكن يمر، يتقدم بالكرة، قنطرة صغيرة بين القدمين لكن الجديد بالشعر الأحمر الأشقر. بينية إلى كهرباء يلتحق بها لا، لكن العودة يعيش على واقع أخطاء دفاعية كارثية. بيرسيتاو يا ولد 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 يا ولد، بيرسيتاو وأحلى الهدايا للنادي الأهلي. بيرسيتاو يجيبها واقترب وفعل كل شيء، لكن الليلة اللي ممكن يمتاز بها النادي الأهلي. برافو امام عاشور. اوراواريتس لابد ان نقدر. حسين الشحات ترك لكهرباء. بيرسيتا محمد هاني على اليمين لكن التغذية تاتي من كيوزومي، تصل الى علي معلول. هذه بالراس، وين راح يا كهرباء؟ وين رايح كهرباء؟ في اللقطة الماضية رفع يده من جديد، فيها محاولة عرضية بعيدة بهدفين مقابل هدف لمصلحة النادي الأهلي. شوف الكرة كيف تتحرك. بيرسيتاو يلتحق بيوو بشكل ممتاز لكن الشناوي كان الأقرب. الشناوي إلى رمية تماس. محمد هيروكي ساكاي نهاية 2019 والذي خسروه. بينما الكرة خطيرة إلى محمد هاني، يخرج له كهرباء، ممكن تكون صعبة بالراس. المتابعة خطيرة على الطاير يا كانتي يقلص الفارق للفريق الياباني. اوراواريت ديامونتس في كرة وفي فرصة وفي خطورة كانت قادمة على اليمين. وصلت من جديد، هنا الكرة تعود لمصلحة إلى إمام عاشور. إمام عاشور يبحث عن الحلول، تعال النادي الأهلي. إمام عاشور يحاول سكين يمر، يلعب الأرضية خطيرة، هم يفسخها الشناوي. الثاني لفريق اوراواريت. الفريق الياباني عن طريق شولز يسجل الهدف الثاني ويعدل النتيجة. يا لا من مباراة، يا لا من مباراة ويا لا من أجواء. الفار يحكم بأحكام لاعبين الصغار الشباب اللي يلعبون هناك يعود في النادي الياباني من جديد بعد تبديلات المدرب السيد سكورسا. صافرة هنا واخر إلى النرويجي هوبرايتن اللي اللاعبين الأهلاوية في دفاعات النادي الأهلي. بينما الكرة تلعب إلى الجهة اليسرى.
سيدخل اللاعبان كريم فؤاد 28 خطيرة ملعوبة للفريق الياباني. عودة معلول لمن؟ كرة علي معلول قوية، الله الثالث للنادي الأهلي، واحد من عظماء كرة القدم في العالم. نعم يا سادة، تحس أنها نهاية، الكل يريد أن أخرى. الرأسية هذه المرة من محمد طاهر والخطأ لمصلحة كريم فؤاد. تعود من جديد، وصلت إلى الجهة اليمنى كيوسومي الفريق الياباني مع انطلاق الهجوم هذه المرة. ثاني رجع ياسر إبراهيم كملها في المرمى، الله لا 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 خلصوها الأهلي. لا هذه المرة من كريم فؤاد ضغط على شولز، يرفع الكرة على العرضية الرأسية لكن الشناوي. تعود من جديد، هنا البينية بعيدة لكن تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب لتبقى ركلة مرمى لمرة 1-2. تسديدة قوية لكن في مروان عطية، محمد هاني عرضية والحارس الياباني نيشيكاوا في المكان السليم. ركلة جزاء، ركلة جدر الكرة القادمة، لا 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 ضيعني معلول. بدأوا بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر.